وبكده عملنا كاسات المانجا بالكريمه. معانا مانجا مقطعينها قطع بالشكل ده. عندي كوبايتين من الكريم شانتيه، كوبايتين لبن متلج جدا. عندي مانجا بيور ما فيهاش نقطه ميه وعليها معلقه عسل. اي نوع بسكوت انت بتحبيه حطيه في الوصفه دي. كوبايه ميه مغليه، كيس جيلي من المانجا. معانا كيس جيلي من المانجا بالشكل ده، كوبايه ميه سخنه. هندوب الكلام ده كله في بعضه كده وهنسيبها على جنب لغايه ما تهدى خالص. معانا الكاسات بتاعتنا بالشكل ده، ممكن تعمليه في بايركس مفيش مشكله، اي نوع بسكوت تفضليه. هنحط المانجا بتاعتنا بالشكل ده على البسكوت. عندنا بقى كوبايتين من الكريم الشانتيه، كوبايتين لبن متلج، وهنضرب الكلام ده كله كويس جدا. انا عايزه بقى القوام بتاع الكريمه يبقى زي ما احنا شايفينه تقيل جدا. معايا بقى معلقتين من الجيلي اللي احنا عملناه مع بعض، معايا ربع كوبايه من المانجا، وهنضرب برده الكلام الجميل ده كله مع بعضه. معانا الكريم شانتيه خلص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنقفل بقى مع بعض الكاسات بالكريمه بتاعتنا. شايفين القوام اللي احنا عاملينه؟ بصوا القوام حلو ازاي. هنساوي الحاجات دي كل حته يكون فيها من الكريمه بتاعتنا. قفلنا الكاسات بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يلا بقى نزينها بالمانجا. معايا مكعبات من المانجا بالشكل ده. طبعا دي كاسات المانجا، يعني هنمليها مانجا وتكون خلصت معانا بالشكل ده. نحط بقى الجيلي المانجا من فوق. على كل كاس هنحط معلقتين من الجيلي بالشكل اللي احنا شايفينه ده.